معتز أنا ما عندي، معتز أنا ما عندي، معتز أنا ما عندي، بس بدي أوصل لكذا كذا كذا. الإنسان اللي عايش اليوم على وجه الكرة الأرضية وموجه تركيزه وحياته أنا ما عندي، حتى لو ما كان عنده حيصير ما عنده أكتر. الناس اللي بتعتقد إنه ما عندها، وهاي فكرة معوقة بتدمرك، ما بتخليك توصل للي بدك إياه، لأنه أنت بتعتقد إنه ما عندك. أنت عندك مشكلة كتير كبيرة. وهل تعلم يا أخي، هل تعلم أنت اللي بتحكي أو أختي أنت اللي عم تسألي، إنه إذا كان عندك بيت بقويك ومكان بتنام فيه وطعام نظيف في بيتك وفي لبس على جسمك، أنت أغنى من 75% من سكان الأرض؟ هل بتعرف هذا الكلام؟ هل بتعرف إذا كان في مال في جيبك وإنك أنت تقدر تطلع هذا المال وتصرف في أي وقت بدك إياه، أنت من 8% اللي مرتاحين بالعالم؟ يا أخي أنت في نعم موجودة عندنا إحنا مش متخيلينها ولا عارفينها، لأنه دائما بنقول ما عندي ما عندي ما عندي. إذا بس أنت اليوم، بس اليوم نمت اليوم صحيت بكرة وعندك صحة، فأنت أحسن من مليون إنسان سمعوا خبر اليوم الصبح إنه ما حيقدروا يعيشوا إلا لكمان أسبوع. طب هاي مش نعمة؟ ولو أنت اليوم مش تحت حرب وما عمرك دخلت سجن وما عمره حدا عذبك، فأنت أحسن من 500 مليون إنسان عايش اليوم على سطح الكرة الأرضية. تخيل 500 مليون هم مروا بهاي الشغلات. احنا بنعيش في نعم لا تعد ولا تحصى، ولكن مين منا اللي بفكر هيك؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. يا إخواني لازم تعرف إنه ربنا سبحانه وتعالى أحد أعدل وأحكم وأفضل وأحسن من ما أنت بتتخيل، ما بتقدر تتخيل. ولكن لما تصحى الصبح أنا ما عندي أنا ما عندي أنا ما عندي، مستحيل يصير عندك. خلي دائما عندك فكرة الوفرة، فكرة إنه الحمد لله أنا عندي، أنا أفضل من غيري، وضل لك شايف حالك عندك كتير، واعرف انه ما في واسطة بينك وبين الله، وارفع ايديك له وادعي له اللي بدك اياه، وباذن الله هيعطيك اللي بدك اياه وزيادة.